وصفة من أحلى الوصفات للجمبري، ونحن مو كل يوم نعمله، فلازم لما نعمله بطريقة صحيحة. أول شي لتنظيفه طبعا غسلته بالليمون والطحين، شلت الراس، وإذا ما بدكم تشيلوا لازم تنظفوه مثل ما عملت بأول فيديو، وتفتحوا الظهر شوي وتطلعوا الخيط. المي مغلية حطيت فيها شرحة ليمون ونزلته بس دقيقتين ورفعته لتغير لونه. بطنجرة ضفت زيت الزيتون والزبدة وكمية منيحة من الثوم وقلبتهم طلعت ريحتهم. بعدين ضفت البهارات، والبهار الأساسي طبعا بهار الكيجن، راح أكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو. ضفت معجون البندورة والكاتشب وسراتشا صوص وعصير ليمون وغليتهم شوي، طفيت النار. بالكيس الحرارة راح أضيف الذرة المسلوقة نص سلقة أو مسلوقة كامل، وضفت الجمبري وضفت الصوص اللي أنا عملته، حركته منيح وعملت ثقوب بالكيس وعلى الفرن. الفرن عندي حامي، راح أدخله على السريع على الفرن من الأسفل، يدوب أول ما يغلي بتطفوا النار وبتقدموه مع الرز الأبيض. راح تاكلوا أطيب جمبري بالكيس ببهارات الكيجن. عن جد الطعم والقوام للجمبري بالخطوات اعملوه مثل ما أنا خبرتكم، راح يطلع معكم مروعة وبنافس المطاعم بتكلفة كتير أقل. جربوا هالوصفة المميزة وبالعافية عليكم.